ازيك يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ماما بقى النهارده يا حبايبي هتعمل معاكم المحوجه، او في ناس كمان بتقول عليها اللي هي اللقمه الصفراء. هي حاجه كده طعمها جميل قوي يا جماعه، وحلوه قوي كمان لاي حد يعني بيبقى عنده انيميا، بتبقى حلوه قوي ليه، مغذيه جدا. بصوا حبايبي المكونات بتاعتها زي ما انتم شايفين كده. ماما بتحط نص كيلو من الزيت، حابه انت تحطي مثلا ايه ربع كيلو سمنه على ربع كيلو زيت مفيش مشكله، بس ماما حبت تستخدم نص كيلو زيت بيخليها مقرمشه اكتر. خلاص. وكمان معانا كمان نص كيلو كده من السكر البودر، يعني ماما وزنه نص كيلو سكر بودر بالظبط. وزي ما انتم شايفين كده بتقلبهم ايه الاتنين مع بعض. خلاص. ماما هنا زي ما انتوا شايفين كده ايه بتدمج هنا ايه المكونات كويس جدا كده مع بعضها. حلو جدا يا جماعه، لازم ندوب ايه السكر مع زيت كويس جدا. وبعد كده حبايبي هننزل عليهم بثلاث معالق كبار من جوز الهند. زي ما انتوا شايفين كده اهم دول الثلاث معالق كبار جوز الهند. جوز الهند ده يا جماعه بقى بيديها ريحه ونكهه كده تحفه. خلاص. بصوا حبايبي، ديت معانا الصفرة دي اللي هي اسمها المحوجة اللي احنا هنعملها النهارده. المحوجة دي انت بتجيبيها من عند العطار، بتقولي له انا عايزه تحويجه محوجه. العطار بقى بيديكي التحويجه بتاعتها، وبيديكي كمان معاها كده الخميره بتاعتها، ولكن احنا مش هنستخدم الخميره اللي بتيجي مع المحوجه دي، احنا هنستخدم ايه بودر بدل الخميره. خلاص. بصوا بقى حبايبي، ماما هنا ايه بتحط هنا الدقيق. ماما مستخدمه كيلو يا جماعه من الدقيق. خلاص. وبتحط هنا بقى ايه كيس واحد من البودر او كيس كيك شيف اللي انت عايزاه. هو اساسا من المعروف ان العطار وانت بتقولي انا عايزه تحويجه المحوجه اللي هي في ايد ماما دي اللي هي هتحطها على الدقيق دي، خلاص بيديكي معاها الخميره بتاعتها، ولكن ماما بتحبش الصراحه الخميره اللي بتيجي معاها، بتنفشها اكتر، في الاحلى ليها البودر. خلاص. انما انت لو حابه تستخدمي لها الخميره بتاعتها مفيش مشكله. وبعدين يا جماعه خلي بالكم برضو ان الخميره اساسا اللي العطار بيديهالك معاها دي مش خميره عاديه، لا دي بتبقى خميره خاصه بالمحوجه. خلاص يا جماعه. زي ما انتم شايفين هنا بقى ايه ماما بعد ما حطت المكونات بقى كلها على بعض كده بتقعد هنا ايه تقلب فيها. خلاص. زي ما انتم شايفين كده توهت المكونات كده كلها في بعضها، وتبسها زي ما انتم شايفين كده بتقلب المكونات كويس جدا مع بعضها. خلي بالكم يا جماعه العجينه دي ما بتبقاش اساسا، يعني ايه بتبقى مفروله كده، ما بتتلتش اصلا في العجن. خلاص. هنا بقى حبايبي ماما بقى ايه هتعجنها كده ايه بالميه. تمام. هي يا جماعه خلي بالكم هي خدت كوبايه ونص بالظبط من الميه. يعني انا ايه ماما جابت كده كوبايتين اتنين ميه جنبهم، هتعرفكم دلوقتي ان هي استخدمت كوبايه ونص فقط من الميه. بصوا بقى يا حبايبي المحوجه دي حلوه قوي، نوع من انواع برضو الحلويات، ساعات كنا بنعملها في العيد. وكمان على فكره المحله الكبرى هي اللي مشهورة بالأكلة الحلوة دي، مش أي حد يعرفها كده، ناس قليلة بالظبط اللي تلاقيها يعني ايه عارفينها. الطريقة دي حلوة قوي ليها يا جماعة، جربوها تعجبكم جدا. هي بتبقى ايه نوع من أنواع الحلويات المقرمشة كده، بتبقى ايه خطيرة الصراحة. خلاص. حتى برضو هي مفيدة جدا لحد مثلا ايه عنده انيميا حاجة شبه كده، بتبقى مفيدة ليه وحلوة قوي مغذية جدا يعني. طبعا ايه تستخدمها بقى في الفطار في العشاء، يعني تستخدمها كده بين الوجبات حلوة قوي. خلاص. بصوا حبايبي هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده ماما استخدمت من الكوبايه التانية نص الكوبايه التانية، يعني هي كده بالظبط استخدمت كوبايه ونص من الميه ومش هتستخدم تاني. خلاص. زي ما انا قلت لكم ان العجينه دي ما بتبقاش يعني ايه شايفين كده في ايد ماما تحسها مفروله، هي دي العجينه بتاعت المحوجه، إيه ما بتنعجنش قوي. خلاص. بس ماما بقى ايه بتقعد كده تحط بقى في ايه في الصاج. انا ماما هنا جابت صاج ودهنته بقى شويه كده من الزيت. خلاص يا جماعه ما شاء الله الكميه بتاعت الكيلو الدقيق بتاع المحوجه ده، كيلو الدقيق ده عمل لنا صاج كبير زي ما انتم شايفين كده، وصينيه كمان كبيره. خلاص. اهم حاجه وانتوا بتفردوها كده في الصاج ما تكتروهاش قوي، ما ينفعش ايه تكبسوها تبقى كتيره، لا زي ما انتوا شايفين كده ماما يا دوبك بتفرد المحوجه في الصاج، وايه زي ما انتوا شايفين كده بتمشي عليها بايديها، ما ينفعش تبقى تخينه قوي عشان تطلع معاكي مقرمشه وحلوه. خلاص. وزي ما انتوا شايفين هنا بقى حبايبي كده ماما بقى هنا ايه بتضغط عليها كويس جدا بايديها. وخلي بالكم يا جماعه زي ما انا قلت لكم لازم ندهن الاول الصاج زيت او الصينيه اللي هتعملي فيها زيت.
خلاص. وبعد كده ايه تحطي عليها المحوجه وتعمليها زي ما انت شفتي دلوقتي. خلاص. هنا بقى ايه ماما هنا جايبه حبايبي شويه سمسم على طبعا شويه حبه البركه. المحوجه بتحب السمسم وحبه البركه على فكره. انت مثلا حابه تكتفي بس بالسمسم مفيش مشكله، مش حابه تحطي سمسم خالص وحبه البركه برده مفيش مشكله، بس دولت بيدولها يعني ايه طعم وشكل اجمل كمان. خلاص. ماما بقى بعد يا حبايبي ما تحط دلوقتي ايه السمسم وحبه البركه عليها، طبعا هنقطعها. لازم نقطعها قبل ما تدخل ايه الفرن، لان زي ما انا قلت لكم هي من النوع اللي بتبقى ايه حاجه بتبقى مقرمشه وناشفه كده، فما ينفعش بعد ما نطلعها نقطعها، لازم نقطعها قبل ما ندخلها الفرن. خلاص. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده ماما ايه بتضغط كده على السمسم وحبه البركه بايديها عشان تثبتهم على ايه العجينه. بصوا بقى حبايبي هي تدخل درجة في الفرن على درجة حرارة هادية من تحت ومن فوق، وتسيبوها تستوي براحتها خالص. خلاص. زي ما انتم شايفين هنا كده هنا ايه ماما بتقطعها بالسكينة زي ما انت بقى بتحبي تقطعيها، قطعيها براحتك خالص، مربعات بقى مثلثات اللي انت عاوزاه. تمام. قولوا لي بقى مين اللي محطش اللايك، حطوا بقى اللايك حلوين عشان نعمل لكم ايه كل يوم والتاني كده وصفة جميلة خطيرة تحبوها ان شاء الله. خلاص. بصوا بقى حبايبي الاكله دي بتبقى حلوه قوي للي مثلا طفله اللي عندها مثلا طفل عنده انيميا او ما بياكلش. الوصفه دي حلوه قوي ما شاء الله، بتبقى مغذيه وجميله للصغار وللكبار كمان على فكره، بتبقى حلوه قوي. ماشي يا جماعه. هنا بقى شايفين كده ايه ماما خلاص هنا خلصتها بالسكينه بعد ما قطعتها. هندخلها بقى زي ما قلت لكم الفرن على درجه حراره هاديه من تحت ومن فوق. خلاص. هنا كانت اصلا طلعت هنا ايه خلاص، هنا كانت اتحمرت ما شاء الله. هنا بقى ايه وطلعت، شايفين شكلها جميل ازاي. سيبوها بقى تبرد خالص وبعد كده ايه تشيلوها. ما ينفعش بعد ما تطلع كده من الفرن تشيليها لانها لسه بتبقى لسه طريه. تسيبيها تبرد بعد ما تطلع من الفرن وتبداي ايه تقطعيها كده زي ماما بتوريكم. شايفين ما شاء الله قطعه قطعه بتوريها لكم. شايفين تحميرها جميل ازاي من تحت ومن فوق. اهم حاجه تسويها على نار هاديه بتبقى جميله جدا. كده الفيديو خلاص يا حلوين، متنسوش اللايك. مع السلامه.